هيا فقره ولدي في كندا حتى تولي 4 سنين، حتى تدوز 4 سنين، دوز حتى في الفيزيك ولا في الشيمي ما عنده مشكل. ومن بعد كتجي كدوز واحد الامتحان حتى تقرا القانون. ولا بغيت تقرا القانون خصك تجيب 19 في المعدل. ولدي عنده 2 الاجازات، وعنده في موريال باه لاباس عليه وخلص عليه وقراه في الخارج. السي عبد اللطيف وهبي وزير العدل المغربي هو بكل صراحه وبكل اسف هو حنا، كيشبه لينا. ما كنقدروش نعترفوا بهذه المساله لان تعودنا على واحد الخطاب اللي دائما كيردد نفس المبدا على ان رجالات الدوله واصحاب النفوذ هما ناس اللي نازلين علينا من شي كوكب اخر وماشي مولودين من نفس التركيبه المجتمعيه اللي ولدتنا وولداتهم. اي بالدارجه ديالنا حنا كنتشابهوا ولكن ما قادرينش نعترفوا بها. لانني انا كمواطن مغربي بصراحه التصريح ديال عبد اللطيف وهبي كيخوفني طبعا، ولكن هناك تصريح اخر انا سمعته كمواطن مغربي وخوفني من مسؤول اخر بنفوذ محدود جدا، هو عساس في السبيطار. القصه ديال هذا العساس غادي نرجع ليها باش نحاول نشرح المقارنه ما بين عساس السبيطار ووزير العدل. ولكن قبل ما نمشي ليها بغيت نهضر سريعا على التصريح ديال وزير العدل وشنو هو المخيف فيه. المخيف فيه على ان رجل تكلف وهو كلف نفسه، يعني هو اجتهد يوصل لهذا المنصب انه يحمي العدل ويكون مراقب للعدل، ان يتحدث بشيء من الاريحيه على الفوارق الاجتماعيه اللي هي تعتبر من اكبر المظالم اللي حنا كنعيشوا معها وكنحاولوا نحاربوها، اللي هي الفرق ما بين الغني والفقير اللي فرق كبير وشاسع جدا. والسي وهبي والله يرزقه والله يزيدو موجود فوق السلك كما كنقولوا، اذا في الفئه اللي مستافده نوعا ما من خيرات البلاد واستطاع الحمد لله بالمجهودات ديالو. طبعا نحن لا نشكك في النوايا ديالو وفي الاجتهاد ديالو انه يوفر واحد الحياه مريحه ليه ولوليداته، الله يكمل عليهم كاملين. فقط انه التعالي بهذه الطريقه عندما تكون مسؤول عن العدل هو الحقيقه خيانه لشيء من مبادئ العدل. هذا التصريح صراحه اللي سمعته انا من السي عبد اللطيف وهبي اللي خوفني فيه ماشي هو انه تقال من لسان وزير العدل، لا، على انه كيتقال من الالسن كثيره اللي هي ديال المواطنين عاديين وماشي بالضروره مسؤولين كبار. هنا غادي نرجع للعساس. انا قبل عام ونص كمواطن مغربي مع كورونا كان واحد من العائله ديالي كان موجود في السبيطار في واحد الحاله سيئه جدا مع كورونا، وهذا كان حال الالاف المغاربه. في هذا السبيطار كان حال العشرات من المغاربه. هاد المغاربه كانوا من فئات مجتمعيه مختلفه، من اللي لاباس عليه شي شويه الى اللي لاباس عليه كاع الى اللي ما عندوش، وكان الجميع كيمشي للمستشفى العمومي بحكم ان المستشفى العمومي كان اكثر مستشفيات واكثر مؤسسات طبيه اللي كانت كتوفر الاكسجين. المهم ان هذا العساس كان مكلف بشيء محدود جدا، ماشي حتى بالامن ديال المستشفى وانما فقط بالباب ديال هذا الرواق اللي موجودين فيه الناس المعزولين المصابين بكورونا، واللي كانوا كلهم في حاله خطيره جدا، وكانت الوفيات كتكون كل يوم واحد 3 4 5 الى 10 كيموتوا في النهار. فواحد النهار هذا السيد وانا شاهد عليه بعيني انه كان كياخذ رشاوى من عائلات، على الاقل هو اقل تقدير هو 10 عائلات في اليوم كانت كتعطيه الرشوه باش تقدر تدخل الماكله للناس اللي عندهم لداخل، والناس تقدر تشوف حبابها من البعيد، اللي يقدر يصيفط له شي حوايج او كذا او كذا، اللي هي كتعتبر الحقيقه من حقوق اساسيه كاي شخص كيمشي للسبيطار ديال بلادو. الا حنا عندنا في بلادنا وفي السبيطارات ديال بلادنا، وهذا مؤسف جدا، انه محتاجين حنا ندوروا، محتاجين نخلصوا باش الحق ديالي نضمنوا. فبالتالي هذا العساس كان واحد السيد كيتمتع بهذا النفوذ هذا، انه كياخذ الفلوس مقابل الخدمات الاساسيه يتلقاوها المواطنين اللي داخل اللي ما بين الحياه او الموت. الى هذه اللحظه ممكن حتى نعطيه دور الضحيه ونقول انه مسكين هو مضطر انه ياخذ هذه الرشاوى لان الوضع ديالو المادي مزري بسبب الفقر، بسبب الاوضاع السيئه في البلاد، وان الدوله ما عطيهاش حقه كشخص مكلف بالامن. ممكن نقبلوها ولو انها حرام ربما بالشرع وممنوعه حتى بالقانون. لكن واحد المشهد اللي شفتو اللي الحقيقه سبب لي ماشي فقط الحزن وانما الرعب. شفت واحد النهار واحد السيده واصله معطله مسكينه، وواضح من الهندام ديالهم طريقه الكلام ديالها انها من فئه بسيطه جدا، اذا لم اقل فئه فقيره جدا. جات معطله بواحد الغداء بماكله في ميكا جايبها لامها، وانا كنت كنشوفها كل نهار تماك، جايبها لامها اللي غالبا بين الحياه او الموت في هذيك اللحظات. فهاد العساس ملي شافت السيده جايه اللي ما كانش عندها الوسائل انها تعطيه الرشوه، لانها بالكاد قادره تتكافى مع داك الطاكسي الكبير اللي كانت كتجي به مسافره من واحد الباديه بعيده، يلاه يكفيها انها تشري هذيك الماكله لامها وتشري لها المستلزمات الطبيه ديالها الاخرى. هاد السيد فاش وصلت معطله قالها والله شاهد على ما اقول لانني ما غنزيد حتى شي كلمه، هذا ما سمعت بودني، قال المره الجايه غتجي معطله والله هاد الماكله لا دخلات. هنا كيتكلم مع مواطنه على الاقل شيء هي من نفس الفئه المجتمعيه ديالو، كتعاني حتى هي من الفقر كما هو كيعاني منه، الفقر اللي خلاه يشتغل هذا العمل الصعيب، اللي خلاه ربما اضطر ياخذ رشوه، ومع ذلك ومع الرشاوى اللي كان كياخذ من المواطنين الاخرين عندهم الوسائل باش يعطيوه ما قدرش يرحمها، هي ما رحمهاش، بالاضافه انه ما رحمهاش هددها.
فصراحه هذا التصريح انا منين شفتو، لانه تصريح في الحقيقه ماشي لانه عساس، ماشي لانه بسيط ما غناخذش كلامه على محمل الجد، بل غناخذو على محمل الجد. خوفني شي شويه من الوضع المجتمعي ديالنا والوضع النفسي بيناتنا نحن كمواطنين. فانا كنقول الخطير في الامر ليس هو ان وزير العدل كيتكلم بهذه الطريقه وبهذه التعالي علينا، لا، انه حتى العساس اللي فاهمنا وفاهمينه، اللي جاي منا وجايين منه، اللي ولدنا وكابر معنا وكابر في دربنا وكابرين حنا في دربو، حتى هو ما كيرحمناش ملي كتوصلوا شي مسؤوليه ولو كانت العسه على باب فيه ناس نصهم كيموت في النهار. فالحقيقه المخيف في تصريحات السي وهبي ماشي هي فقط انه قال لك قرا ولده في كندا او كذا، او قال واحد المواطن سابقا انا عارف شنو كاين في تقاش، لكن لا، اخطر ما في تصريحات السي وهبي والمخيف اللي بالنسبه لي شخصيا هو انه كتشبه لنا كاملين، وانني كنسمعها من اكثر من مسؤول، من العساس حتى الوزير. والله يستر.